بس اللي حصل بعد كده عمر ما حد سمعه وجسمه ما أشعرش من كتر الرعب اللي حصل. هديل البنت الصغيرة اللي كانت بتلعب في الصالون سمعت صريخ أمها، فراحت تبص عليها في المطبخ، فحد منهم شافها فقال دي ما ينفعش تفضل عايشة، دي شافتنا، وخنقوها وطعنوها بنفس السكينة اللي اتطعنت بيها أمها. بعدها راحوا على أنس اللي عنده بس 2 وحطوه في الدولاب اللي موجود في أوضة النوم، قفلوا عليه وكملوا سرقتهم. لكن الطفل بدأ يعيط فطلعوه من الدولاب علشان يسكتوه. أول ما محمد خورشيد فتح الدولاب، الطفل يا عيني من كتر الرعب نط في حضنه، كان مفكر ان هو بينقذه، بس التاني اللي لا عنده قلب ولا عنده رحمة جاب أشرب وكتم نفس الطفل ده، وسكت البيت كله. عيلة كاملة اتدفنت هنا، جشع وطمع، والمجرمين خدوا الذهب والفلوس ولا كأن فارق بالنسبة لهم حاجة، وسابوا وراهم جثث و3 أرواح راحت ظلم.